الأزمة بتاعت كهربا مع جمهور الأهلي هي أزمة ذكاء. اللي حصل امبارح من كهربا وكابتن محمد رمضان ما ينفعش ليه؟ لأن الجمهور هو الحاجة الوحيدة اللي مش مستفيدة في اللعبة دي. الجمهور هو أساس أي فريق. الجمهور ده موجود عشان خاطر يفرح للفريق، وبيفرح للفريق بدون مقابل. انت كلاعب او جهاز فني او اداري او ايا كان، انت ايه في النادي؟ انت راجل مستفيد بعيدا عن انتمائك وحبك للنادي، لكن انت راجل مستفيد. انت راجل لما بتاخد بطولة بتاخد مكافأة. انت راجل بتقبض كل شهر. انت راجل مشهور. الجمهور ده بيدفع من فلوسه، من وقته، من مجهوده، ويحرق في دمه لمجرد بس انه عايز الفريق ده يعلى ويكون في مكان تاني، مجرد ان هو بيفرح بالفريق. فما ينفعش تيجي انت اصلا عندك مشكلة انك لسه مزعل الجمهور في الماتش بتاع باتشوكا واتهزمت هزيمه ما ينفعش ان انت اصلا كنت تخرج فيها، والجمهور محطوط وحاطط اماله في حته تانية. فطبيعي جدا ان الجمهور يكون زعلان، طبيعي جدا ان الجمهور يكون حاسس بعدم تقدير من اللعيبه للملعب، ايا كان بقى هم عملوا مجهودهم او مش عملوا مجهودهم. بس ده احساس طبيعي في كل الفرق الكبيره في العالم كله. فما ينفعش ان انت ماتش امبارح جات لك فرصه كبيره جدا يا كهربا ان انت تصالح الجمهور، وللفريق كله ان هو يصالح الجمهور. فانت من المفترض الجمهور، مش معنى كده ان انا بقول ان الجمهور ينفع انه يشتم او ينفع انه يغلط في حد، ما ينفعش. بس الجمهور ده قطاع عريض جدا. الجمهور ده فيه اطفال صغيره، فيه مراهقين، فيه ناس كبيره. ما تقدرش تحكمه. ما تقدرش تحكم ردة فعل الجمهور غيران وزعلان على فريقه، غيران وزعلان على فريقه عشان خاطر خسر بطولة كان بيتمنى انه يوصل بيها للعالمية، وانت اكبر مستفيد من وراها. انت كلاعب كورة اكبر مستفيد من وراها. الجمهور الاستفاده بتاعته استفاده معنويه، استفاده حب للنادي. انما انت بتستفاد من كل شيء، بتستفاد من سمعه، بتستفاد من شهره، بتستفاد ماديا، بتستفاد من كل شيء. فانت ما تعاتبش الجمهور على زعله. وكابتن محمد رمضان بصفتك مدير رياضي المفترض ان انت كنت تستغل فوز امبارح بان انت تصالح الجمهور على اللاعبين، مش ان انتوا تاخدوا بعضكم وتخرجوا. الجمهور مهما كان هو عنده حق، مش معنى كده ان هو يغلط. الغلط غير مقبول باي شكل من الاشكال. لكن انت تخيل ان انت بعد المباراه امبارح رحت للجمهور اللي كان عمال طول المباراه بيهتف ضد اللعيبه، ورحت صالحته واتكلمته وشجعتوه. لا، كنت هتلاقي دعم مختلف. ما ينفعش ان انت تقف قدام الجمهور. مشكله رمضان صبحي ما كانتش انه ساب الاهلي بس. اي لاعب بيسيب اي نادي حتى لو في انتماء ايا كان، مشكله رمضان صبحي في عدم احترافيته في التعامل مع الجمهور بعد ما ساب الاهلي. اللي بيخسر الجمهور بيخسر نفسه قبل ما بيخسر اي حاجه تانية. احنا كنادي، احنا الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق عالمي. الاهلي طول عمره مصدر قوته هو جمهوره. فما ينفعش انك تعمل. معلش يا كهربا، انت راجل لعيب كويس، لكن انت فين؟ انت مش مركز في الملعب اصلا، ولا مركز في فريقك. ركز، هتلاقي نفسك بتلعب كوره كويس، هتلاقي الجمهور بيدعمك زي ما كان بيدعمك قبل كده. كابتن محمد رمضان، انت المدير الرياضي للفريق، المدير الرياضي اللي بتستوعب كل، مش تستوعب اللاعبين بس، ده تستوعب اللاعبين وتستوعب الجمهور وتستوعب كل ما يحب النادي. تحية وتقدير ليك وتعبك، لكن الجمهور محدش بيعاديه. ما ينفعش انك تعادي الجمهور. اي لاعب، اي اداري، ايا كان، ما ينفعش ما نحطش دماغنا بدماغ الجمهور. الجمهور ده هو الطرف الوحيد الغير مستفيد من تشجيع الكورة. استفادته الوحيدة استفادة معنوية. هو رايح وبيشجع، عايز يرجع مبسوط، جاي من شغله تعبان ومطحون وسايب شغله عشان يروح يتبسط، مش عشان يروح. فلما يغضب نستحمله، ده طبيعي، ولازم ان الفريق يضغط على نفسه. الف مليون مبروك الفوز بالمباراه امبارح، لكن اللي حصل مع الجمهور ما كانش الطف حاجه.